عمنا محمود طبعا مسك في رقبه الميديا باير ده وكان هيموته في ايده. فالاستاذ محمود ده كان معدي يوم كده من على القهوه، فلقى اتنين قاعدين عمالين يعدوا في فلوس كتير جدا. فقال لهم هو انتوا ازاي كسبتوا الفلوس دي او جبتوها منين؟ قالوا له يا عم محمود احنا اشتغلنا بقالنا فتره في التجاره الالكترونيه والحمد لله ربنا كرمنا وفتح علينا النصر. الراجل في حاجه نورت في دماغه كده وقال لك تجاره الكترونيه، طب ما نشتغل فيها. روح البيت شايف ان محتاج عشان يعمل اعلانات وكده، فهو محتاج ميديا باير. فكلم ميديا باير، قال له تعالى انا عايز اعمل اعلانات، انا معايا مثلا، هو كان راس ماله حوالي 50000 جنيه. خد ال 50000 جنيه حطهم في حساب اعلاني وقال له ابدا يا معلم دوس. طبعا كان بيشتغل افيليت ساعتها. الميديا باير خد الفلوس من الراجل وبدا يشتغل وجاب اي فيديوهات اي كلام بدون ولا دراسه للمنتج ولا دراسه للمنافسين ولا اي حاجه، وراح رزعهم في كامبين وراح مديها 3000 جنيه في اليوم. بعد اول 3 ايام وعم محمود طبعا قاعد مستني الملايين اللي هتجيله، بس ما فيش اي حاجه. الكامبين اشتغلت وللاسف ما جابتش مبيعه واحده حتى. وعم محمود لما راح كلم الميديا باير قال له ليه لحد دلوقتي ما فيش مبيعات؟ قال له لسه الكامبين في الفيز ليرنينج او في مرحله التعلم. عم محمود ابتسم له كده وقال له طيب يا ابن الحلال انا واثق فيك، وسابه يكمل شغل. وبعد 10 ايام الميزانيه بالكامل كل الفلوس اللي حلت عم محمود خلصت في الاعلانات، مفيش غير 3 مبيعات بس جم. اتنين اتسلموا، واحد العميل كان عنده ظروف. عمنا محمود طبعا مسك في رقبه الميديا باير ده وكان هيموته في